هذا نسيب اخنوش اللي يلاه شرا شركه الادويه، وهذا موظف مرات اخنوش اللي يلاه رجع وزير الصحه. شفتي لو كنت عارف العلاقه بين هاد الجوج والله تيضرك راسك. وغتعرف علاش حكومه اخنوش سميتها حكومه اقوى. بقى معاي غادي نشرح لك القصه كامله. قبل ايام مشى اخنوش لاكادير مع وزير الصحه باش يدشنوا 28 مركز صحي بسوس، وهذا الشيء باش يقاد الصوره ديال وزير الصحه الجديد ويبينوا للمغاربه انه خدام وانه كاين الانجازات. غير هو هذا الشيء ماشي صحيح، حقاش هاد المراكز الصحيه تصايبت في عهد الوزير السابق ايت الطالب. وهذا الوزير اللي هو في الاصل رجل اعمال جا في واحد الوقت كيعطي انطباع انه جاي يطلق الصفقات ويعطيه للشركات. علاش كنقول هذه الهضره؟ لانه حسب مصادر مطلعه قالت لي ان وزير الصحه ايت الطالب تحيد لسبب رئيسي هو انه كان كيتجاوز اخنوش وما كيرجعش ليه في خدمته وما كيتشاورش معاه وكيدير خدمته بدون انه ياخذ براي اخنوش. وطبعا هذا الشيء غيتسبب في مشكل كبير لاخنوش. غتسولوني علاش؟ غنقول لكم حقاش كاين واحد الوكاله المغربيه للادويه والمنتجات الصحيه. هذه الوكاله غتكون مهمتها تعاون الشركات اللي كيصنعوا الدواء في المغرب وتسهل لهم الخدمه وتسرع لهم مسطره الحصول على رخص التداول في الاسواق وتساهم في تطوير الادويه. وهذا الشيء كله كيكون في صالح المواطن، ولكن بشرط تكون الدوله باغيه يكون في صالح المواطن او غير يرجع يكون في صالح شركات صناعه الادويه. المهم هو ان هذه الوكاله تم الاعلان على احداثها في شهر يوليوز من هذه السنه، وبعد احداث هذه الوكاله ب3 اشهر بالضبط غينوض نسيب اخنوش اللي يلاه تزوج بنته وغيشري اكبر شركه لصناعه الادويه في المغرب. غتقولوا لي هادشي عادي ومن بعد راه من حقه. غنقول لكم طبعا من حقه، غير هو كيفاش يا سيادنا واحد حياته كامله خدام في الطوبيه والياجور والسيما وكيبني الديور ويبيع غينوض يدخل واحد القطاع حساس بزاف والدكاتره صعيب عليهم فين عاد واحد حياته كامله وهو طشرون. الا الى شي حد نصحو وقال ليه الفلوس والعاقه راه كاينه من دابا الفوق في صناعه الادويه، وإلا بغيتي ترجع ثاني اغنى رجل في المغرب وتكون انت موراي زيد الدواء على 3 اشهرونيات. هادشي خلاه ولد الصفريوي اللي مزوج بنت اخنوش يمشي يشري اكبر شركه ادويه في المغرب اللي هي افريك فار. ايوا يا سيادنا ايام بعد شراء هذه الشركه غيطير وزير الصحه من المنصب ديالو، حقاش الا بقى غتصعاب الخدمه على هذه الشركه وغيجي في بلاصتو وزير كيفهم مزيان في الصفقات ولغه الارقام والفلوس وما كيفهم حتى بزاف في الصحه. وهذا الوزير كيحبو اخنوش بحال ولده وهو ما كيطيحش الهضره اخنوش الارض واخا يوقع اللي وقع. الصوره وضحت ليك وبديتي كتفهم كل شيء. في الاول كنت يا مواطن غضبان على تنصيب هذا الوزير اللي هو موظف مرات اخنوش بلا ما تفهم، دابا غترجع غضبان وانت فاهم علاش جاب اخنوش موظف مراته وداروا وزير الصحه، وغترجع فاهم علاش الناس كيقولوا هذه حكومه اكوا كروب وشركائها.